السلام عليكم ورحمة الله. إيه الأخبار؟ دلوقتي عندنا النهاردة إن شاء الله اي كوميرس كامل سيستم فول ستاك. تمام. عندك أول حاجة بالراحة كده في داشبورد دي عربي وإنجليزي، مش لغة واحدة بس، بحيث إن أي حد يقدر يتعامل عليها. تمام. ده كده في حالة إن هي إنجلش، خلينا إن هي تكون عربي، زائد إن هي دارك مود ولايت مود. دلوقتي أنا أخليها على اللايت واتقلبت عربي. تمام. طيب، عندنا أول حاجة في الإي كوميرس دوت إن أنت بيظهر لك هنا المنتجات اللي عندك، التصنيفات، الطلبات، العملاء. تمام. تقدر إن أنت هنا نضيف حاجة اسمها الإيراد اليومي، بس دي مش هتضاف إلا بناء على إن أنا أضيف بيمنت جيت واي، لأن أنا عندي حاليا السيستم ده معمول من غير بيمنت، لأن في ناس في حد من الناس اللي اتعمل له السيستم دوت. طبعا هو مش بنفس الديزاين بتاعه، انا عملت له ريديزاين كامل مختلف تماما عنه، بحيث ان هو ما يكونش هو، ولكن فكره الاي كوميرس نفسها. كان عنده بيمنت جيت واي ان هو يقدر من خلال الفرونت يدفع، فيجي له هنا تفصيل الدفع. ولكن انا شلتها لان في ناس ما بتحتاجش دي في الاول، او بتحتاج تكون النقطه دي تكون مانوال، او في ناس ما بتدفعش من خلال فيزا، فخليناها ان هي تكون لوحة تحكم سيمبل جدا. اول حاجة عندك التصنيفات. تمام. عندك هنا بالنسبة للتصنيفات او الكاتيجوري ان انت تقدر تضيف التصنيف بتاعك. انا عندي هنا تصنيف اسمه هودي وتصنيف اسمه بناطيل. تعال نضيف تصنيف تالت، هيكون مثلا تي شيرت نص كم. تمام. الرابط بتاعه مثلا نص كم او تي شيرت. انا ما اعرفش طبعا الاسامي التفصيليه بالظبط، ولكن طبعا كل حد على حسب البرودكت بتاعه. نيجي هنا نضيف التيشيرت دوت، هقول له ان ده هيبقى تي شيرت. تمام. بعد ما الصورة تحمل هنا هعمل إضافة، هيطلع إن هو يضيف لي التصنيف التالت بتاعي. تمام. على حسب، أنا عندي كوتشيات، عندي بناطيل، عندي سويت شيرتات، عندي هوديز، عندي حاجات كتيرة جدا. أنا عندي دلوقتي تلات تصنيفات. هاجي المنتجات بتاعتي، أبدأ إن أنا أضيف المنتج. أنا دلوقتي عندي في الهودي منتج اسمه هودي وبنطلون. لو جيت دلوقتي ضفت منتج تالت، هنخش دلوقتي تي شيرت نص كم. الرابط بتاعه اسمه تي شيرت. الرابط دوت معناها ان هيظهر هناك في الموقع بالسلاش ايه سلاش تي شيرت سلاش هودي. تمام. التصنيف هيبدأ يظهر لي هنا التصنيفات بتاعتي كلها، ايا كان عددها وايا كان الحجم بتاعها. فهو ده تي شيرت نص كم. السعر بتاعه مثلا 500. تمام. التقييم هيبقى 5. تمام. انت مجرد ما تكتب هنا 5 او 4 او 3، بيظهر له هناك 5 نجوم او 4 نجوم او 3. هنخلي ده الاسم بتاع التيشيرت نص كم، وهنطلع نفس الصورة. انا طبعا ما عنديش صور كتير للتيشيرتات، بس هنحط دلوقتي الصورة الأساسية دي، وهنخش جوه. دي الصورة الأساسية بتاعته برضو. تمام. ممكن نرفع صورتين تمام كمان مختلفين، بس يكونوا يعني، طبعا انا ما عنديش حاجات خاصة. ممكن تبقى كاميرا، ممكن بعد كده نضيف منتج هنا كاميرا، لان الاي كوميرس دوت مش متحدد ان هو يكون للملابس فقط. انت عندك اي حاجة بتبيعها اونلاين تقدر ان انت تبيع من خلال الاي كوميرس دوت. تمام. تيجي هنا مثلا تي شيرت، وجيت برضه ضفت الوصف هنا تي شيرت. ولكن هنا انا خصصته شوية لمحلات الملابس، ان انا اضيف فيها هنا الاد سايز. فانت عندك اول حاجه بتقدر تضيف ان هو سايز مثلا اكس لارج او سمول او ميديوم. فنضيفه هنا اول حاجه لارج. اللارج موجود منه الوان ايه، موجود منه مثلا الوايت، والستوك بتاعه 100 مثلا، او صفر زي ما انت عايز، دي ما بتظهرش للعميل. البرايس بتاعه مثلا زي ما اتكلمنا فوق 500. عايز تضيف له لون تاني لنفس المقاس، فهاجي اقول لك والله اد كولر. هيجي انت عندك لون مثلا بلاك، برضو الستوك 100. تمام. البرايس بتاعه 500. تمام. عندك لون تاني تضيف اد كولر. طيب عندي سايز تاني في المنتج دوت. هبدأ ان انا اجي هنا السايز بتاعي مثلا ميديوم. اللون اللي موجود في الميديوم هيكون مثلا ريد. تمام. الستوك مثلا 10. البرايس بتاعه مثلا برضو نفس السعر 500. الكولر لون تاني، هنا دي هتبقى 500. تمام. الكالر هيبقى مثلا عندي ان هو يكون في يلو برضو في السمول في المقاس الميديم، واضيف برضو الستوك بتاعي 10 والبرايس بتاعي 500. طيب انا دلوقتي عملت اضافة برودكت جديد عندي في السيستم. تمام. نصبر دقيقة بالظبط.
طبعا هنا شغالين على اللوكال، فنوعا ما كده بالنسبه لي هيكون بطيء شويه، ولكن لما يترفع على سيرفر بيكون تمام. جاب لي ان هنا تمت الاضافه ويضاف لي المنتج. طيب من ضمن مميزات الداشبورد دي ان انت تقدر تعمل عليها على الموبايل. مش قصه ان انت لازم يكون معاك لابتوب، او حتى لو معكش ديسكتوب تقدر ان انت من خلالها تتابع كل حاجه على الموبايل، او تضيف برودكت جديده برضو من على الموبايل. فانت شغلك كله بيكون ريسبونسيف، مش لازم ان انت يكون فيه الديسكتوب معاك. تمام. طيب الطلبات الكلام ده كله، انا هنا حاليا دخلت في قسم الطلبات او الاوردرز اللي عندي. ما عنديش اي طلب لان انا لسه ما عملتش اي حاجه، بس بوريك بيكون شغال ازاي، وهنضيف دلوقتي طلب. طيب زي الفل. طيب دلوقتي عندنا بالنسبه لموقع الفرونت، بعد ما خلصنا الداشبورد او شرحنا الداشبورد بالظبط، طبعا الفرونت اند لازم اول حاجه نركز عليها ان هو يكون ريسبونسيف، لان معظم الحاجات دي بتتباع اكتر من على الموبايل ابلكيشنز. تمام. ولكن ده ويب سايت بيكون ريسبونسيف على جميع الاجهزه وكل حاجه. تمام. طيب تعال نبص في الفرونت. اول حاجه من ضمن المميزات بتاعته ان انا عندي عربي وانجليزي. تمام. الموقع بالكامل عربي وانجليش، بحيث ان اي حد يقدر ان هو يتعامل معاه. طبعا عندي ان هو دارك مود ولايت مود. تمام. خليه دلوقتي بالعربي. هنا ده النسخه الدارك والنسخه اللايت. الديزاين بتاعه ممكن تعمل له ريديزاين على حسب التمبلت بتاع لوكال براند نفسه. تمام. عندك هنا الصور دي عباره عن سلايدر، ممكن تغير شكلها، وممكن نخلي هنا ان يكون في صوره باك جراوند. في افكار كتيره جدا، ولكن كل حاجه على حسب ايه اللوكال براند الخاص اللي عايز يعمل له. لان ده كان معمول بمواصفات معينه لحد هو عايزه بالشكل دوت. هو الشكل بتاعه معمول ان هو سيمبل جدا، ما فيهوش اي شغل، لان هو الويب عايز يبيع عليه البرودكت مش اكتر. تمام. طيب دلوقتي اول حاجه بنخش عندنا نلاقي حاجه اسمها المنتجات المميزه. بعد كده التسوق حسب الفئه اللي هي الكاتيجوري. بعد كده مجموعه الصيف الاكثر مبيعا. اراء العملاء دي ممكن ان احنا نشيلها، نضيف منها اي ايمج خاصه بالبرودكت نفسها، او اي قسم تاني. هل انت مستعد للتسوق؟ وعندي الفوتر بيكون فيه السوشيال ميديا بتاعتي كلها. الموقع زي ما اتكلمنا هو معمول سيمبل شويه. طيب اول حاجه لو جينا هنا دخلنا على الكاتيجوري الخاص بالهودي، فهيجيب لي كل الهوديز اللي عندي. تمام. انا طبعا ضايف في كل حاجه برودكت واحد بس علشان نقدر ان احنا نشرح السيستم مش اكتر. لو جيت هنا في فلتريشن على حسب السعر، ولكن هنا انا لو عملت اي سعر هيجيب لي هو علشان دلوقتي مفيش عندي الا البرودكت ده. تاني حاجه عندي مثلا لو دوست هنا التيشيرت نص كم، فهيجيب لي المنتجات الخاصه بالتيشيرت نص كم. بعد كده البناطيل هيجيب لي برضو البناطيل. تمام. متجر سيمبل جدا، طبعا كل الصفحات بتاعته جاهزه ان هي تشتغل على الموبايل. طيب طبعا هنا بيكون فيه كل البرودكت بتوعك، بينزلوا تحت هنا كده في الجزء الخاص بتاعه. تمام. طيب عندي في المتجر اد تو كارد والوش ليست، بحيث ان انا لو جيت عايز اي واحده اعملها اد تو كارد فتضاف في الكارد عادي. تمام. طب تعالى دلوقتي اول تجربه ان احنا نخش على البرودكت ديتيلز. مسموح ان انا اخش البرودكت ديتيلز. لغايه دلوقتي ما عملتش اي لوجن، ما تسجلتش حتى في الداشبورد. اولا في هنا الصور الخاصه بالمنتج، في زومان. تمام. تقدر تشوف المنتج بالتفصيل. ده شكله على الموبايل. تدوس عليها يطلع لك زي كارد صغيرة فيها المنتج، تقدر تبص عليه بالتفصيل بتاعتك. تمام. وهنا برضو بعد كده تنزل التفصيل كل حاجة زي الفل. الألوان دي جاية بناء على إيه؟ بناء على إن وأنا بضيف البرودكت من الداشبورد نفسها. طيب أنا دلوقتي عايز أبدأ إن أنا أشتري المنتج دوت. أول حاجة هختار مثلا المنتج اللارج موجود منه ايه؟ جرين بس. فهعمل اضافه للسله هتجيبني على صفحه اللوجن. طبعا الصوره اللي على اليمين دي بتتغير، الديزاين بسيط جدا. انا ما عنديش اكونت او ما عنديش اي حاجه، ببدا اقول له انشاء حساب جديد، وابدا ان انا هنا الاسم بتاعي مثلا احمد، البريد الالكتروني، كلمه المرور. تمام. تاكيد كلمه المرور. بعد كده هقول له ايه؟ انشاء حساب جديد. اول حاجه جاب لي ان انا كريت اكونت. تمام. اول حاجه لو جيت دخلت هنا في العملاء اللي عندي، هل العميل ضاف عندي احمد سمير بالبيانات بتاعته. لو دوست عليه تعديل عشان اشوف البيانات اللي هو الادرس، طبعا الهاتف، كلمة المرور والكلام ده كله ما عملتهمش من هنا عشان هيكونوا متضافين في تفصيل المنتج نفسه. تمام. ولكن العميل جالي. بعد كده
خلاص انا عايز ابدا ان انا اشتريه، ضفته مثلا في الويش ليست بتاعتي، فهيجيب لي ان هو اتضاف في الويش ليست. بعد كده عملت اد تو كارت، هيبدا قبل ما يقول لي اد تو كارت اختار السايز بتاعك. جيت هنا طبعا كل الكلام دوت هنا العميل اللي كان معمول له الموقع دوت معمول له بالدولار عشان هو كان بيبيع منتج بالدولار، بنغيرها للمصري. كل الكلام اللي هنا دوت بنغيره احنا زي ما احنا عايزين. تمام. الميديم او اللارج، لو اللارج فيه الريد والبلاك، الميديم فيه البلو والريد. لو اخترت من الميديم البلو مثلا وعملت اضافه الى السله، جابني الهودي يضاف. تمام. ولكن مثلا انا عايز من اضيف كمان اضيف من الميديم يكون ريد مثلا، او من اللارج اختار البلاك. فانا اخترت 2 منتج. تمام. وبعد كده اقدر ان انا عندي اقيم المنتج بعد الشراء ده براحتي. تمام. ارسال تقييم. بعد كده انا خلاص عملت عملية الشراء، ضفته للكارت. اقدر بعد كده ان انا اخش اشتري. طبعا كل ده responsive على الموبايل، شكله بيكون كده. تمام. ممكن نكمل برضو على الموبايل بحيث ان احنا نشوف الشكل نفسه. عملت المتابعة للدفع. هنا مفيش اي طريقة دفع، مجرد بس ان انا بملى البيانات. الاسم الاول احمد، بعد كده سمير، البريد الالكتروني بتاعي، رقم الهاتف، العنوان مصطفى النحاس. طبعا هنا القاهرة او كايرو. تمام. ملخص الدفع. طبعا الضريبة دي على حسب اللوكال براند بيضيفها ولا لأ. التوصيل على حسب احنا بنحط توصيل ثابت كام، ولكن هو احنا منقدرش ان احنا نعرفه، على حسب كل واحد الاريا بتاعته. فبنشيل الضريبة دي كانت متضافة عنده، عند الموقع المعمول عشانه اساسا. تمام. بعد كده عندك السوشيال ميديا برضو تحت. خلاص عملت اتمام الدفع. تمام. المتابعة للدفع او اتمام الطلب، احنا هنعمل هنا اتمام الطلب عشان انا ما عنديش اي بيمنت هنا، فالطلب وصل. طيب انا كده خلصت تجربتي للموقع. هبدأ ان انا اروح للداشبورد. العميل عندي سجل والطلبات هلاقيها ظهر عندي في اول اوردر. تمام. ده التفاصيل بتاعته، رقم الهاتف، المدينة. لو دخلت على الطلب نفسه هلاقي ان هو طلب مني الهودي او اسم المنتج بتاعك بالمقاس بتاعه. بعد كده المنتج التاني حسابه مثلا 1500. تمام. الايميل، المدينة، الهاتف، العنوان بالتفصيل، الملاحظات لو في ملاحظات، الاجمالي، الحالة انت بتحددها. طبعا دي ممكن تتعمل اوتوماتيك ولكن حسب اللوكال براند محتاجها ازاي. تمام. نفترض مثلا هو قيد تجهيز، فبعمل له حفظ تغير بتاعي، فبيبدأ إن هو يرجعني تاني للصفحة إن هو تحت الطلب. ببدأ إن أنا أتواصل مع العميل. ولكن في حالة إن أنا عايزه يدفع ديبوزيت أو عايزه يدفع كامل، ففي طرق دفع كتير زي بي موب أو بي بال، أو دي طرق دفع. طيب الموقع فيه إيه تاني من ناحية؟ دي صفحة بنضيف هنا صور أو ممكن سلايدر للمنتج بتاعنا، وكلمتين عننا إحنا، وعندنا كام برودكت والتقييم بتاعنا والكلام ده كله. بعد كده اتصل بنا. دي بتكون فورم بنقدر إن إحنا نربطها تتربط على الإيميل بتاعك لو حد عايز يشتغل معاك أو أنت بتبيع حاجة جملة، حد عايز يتواصل معاك لتصميم معين. تمام. ده كده المتجر. طبعا هنا بيتضاف اللوجو بتاعك. الديزاين زي ما اتكلمنا بيتغير على حسب إحنا عايزين نغير الشكل فيه إيه بالظبط. هي معمولة كذا حاجة سيمبل، ولكن في نفس الوقت مش معمولة بنفس الديزاين للشخص اللي هو خد الموقع، لأنه طبعا ده ديزاين سيمبل جدا. هو كان معمول ديزاين خاص بيه هو. تمام. طبعا هنا لوحة التحكم، لو في طريقة دفع أو فواتير أو الكلام ده كله بنقدر إن احنا هنا نضيف إن أنا عندي مثلا الإيراد اليومي كذا. دي تحت إيدينا زي ما احنا عايزين. هو قابل للتعديل في أي شيء أو إضافة أي حاجة تانية جديدة. تمام. وطبعا responsive الاتنين على الموبايل وعلى الديسكتوب. تمام. طيب ايه اللي يميز الموقع دوت بينه وبين شوبيفاي مثلا؟ الموقع هنا اقدر ان انا اخليه ريديزاين كامل زي ما انا عايز. هو كودينج اقدر ان انا اعدل عليه. الموقع هنا معمول بكودينج في الباك اند
إن هو حرفيًا يقدر يستحمل عدد أوردرات كبيرة جدًا في الدقيقة وما يقعش منّك، لإن مثلًا فيما بعد لو الlocal brand ده كبر أنا محتاج إن الدنيا دي تكون متهندلة عندي. طيب الحالة قيد الانتصار أو إيه بالضبط، دي إحنا بنحددها إن هي ممكن تكون أوتوماتيك بتيجي قيد الانتصار، في حالة إن أنت طبعًا عايز تتواصل مع كل عميل manual فدي بتاعتك أنت، في حالة إن أنت عايز تبعت message أو إيميل للعميل على طول على الواتساب إن الأوردر بتاعك قيد التجهيز أو مسج ثابتة للعميل، دي برضه إحنا نقدر نضيفها.